هاي جيرلز، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة. لو بتعاني من مشكلة المسام الواسعة وزيادة افراز الدهون احضري معايا الفيديو ده وان شاء الله هتستفادي. انا جيسي، مهتمة بالبشرة وبالشعر وميك اب ارتست. لو اول مرة تتابعيني اعملي سبسكرايب ودوسي على لايك لو الفيديو عجبك للاخر، ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا كلنا او مش كلنا، معظمنا سمعنا عن المنتج اللي اسمه اوردينيري نايسامايد، وعامل ريفيوهات كتيرة جدا. طبعا انا استخدمته وهقول لكم رأيي فيه. بالنسبة للمسام هو بطيء يعني شوية او يعني تقعدي مثلا شهرين 3 عقبال لما يبتدي يعمل إيفكت. لكن بالنسبة لموضوع مشكلة افراز الدهون يعني ممتاز. من اول استخدام هتستخدميه هتلاحظي ان هو بدأ يتحكم في افراز الدهون. وعلى فكرة مشكلة افراز الدهون دي مش مشكلة سهلة. اولا في الصيف الحر والعرق وافراز الدهون بيزيد جدا. لو نزلتي في الشمس، لو نزلتي في الحر، حتى لو نزلتي بعد الظهر، بصراحة هو ممتاز في الحتة دي. لكن في موضوع المسام هو بياخد وقت وعايز صبر. طبعا المنتج حلو مش وحش، بس لو انت عايزة بقى تنجزي والمسام مضايقاكي قوي، مش هتستخدمي حاجة موضعية زي كده، هتعملي ديرما بان جلسة في 2 في 3 حسب حالتك وحسب ما الدكتورة بتحددلك. وبس كده انا خلصت. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعملي سبسكرايب ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.